هاي الغرفة مثلا اللي أنا بيها يقدرون يسووها صغيرة، فحبيت الفكرة. تعالوا نقول لهم أريدكم تسووا لي غرفة صغيرة مال جيمنج تشبه غرفتي، مو هاي، وأريد تعلقون بيها صورتي ودرع اليوتيوب، وتخلون ميز عليه شاشة وكيبورد وشامية فتشي. خلينا نشوف شنو راح يسوون. اوكي شباب، اول طلب وصل. شوف التغليف مبين متعوب عليه شباب، بس الوزن خفيف. تحمس فوق ما تتصورون شباب لهذا الطلب. ومن وصل ما قدرت افتحه لحد ما اصور. واو دقيقة. جاهزين؟ 1 2 3. شلون يا شباب؟ شلونها؟ هاي التفاصيل، باعوا لي التفاصيل. شوفوا شباب، شوفوا هذا نفس الكرسي مالتي القديم اللي يتذكروه، نفس هذا الازرق. وعندنا شنو هنا؟ الالعاب اللي احبها، ريزيدنت ايفل وريزيدنت ايفل، هذا السابع وهذا الثامن وهذا التاسع اللي حاليا قاعد نختمه بالقناه. ولعبه كراش، لعبه الطفوله احبها. وهنا عندنا لعبه سبايدر مان، وعندنا هاي صورتي يا عيال، وهذا درع اليوتيوب. وشوف قناتي مفتوحه هياتها، قناه الجيمنج مع الكيبورد. باشامية فتشي. شباب التصميم رهيب. قيموا لي الغرفه مالتي، مخليك الدبانه. قيموا لي بعد سماعه. لا يا عيال، بس انا ما احب القهوه ولا الشاي. تعرفون شنو ناقصها؟ ناقصها ماوس. طبعا الشغل اقيمه 9 من 10. واو. وعاني يمها تحسوها شغله مو منطقيه. انا دا جيج عملاق. حبيت. هاي الصفحة اللي سوت المنتج، طبوا عليها وكتبوا لها جيناكم من طرف علي شاكر. اوكي شباب، تعالوا نشوف ثاني اختراع لقيته. شباب لقيت صفحة على الانستغرام اسمها دنوسيا. شباب هاي الصفحة يسوون طبعات 3D، اي طبعة ببالك تريد تسويها يطبعوها الك. شغلهم مبين كلش حلو. فتعالوا خلنا نطلب منهم. ايش نطلب؟ شباب اكو قنبلة دائما تطلع بافلام الكرتون، هاي شكلها شايفيها؟ دائما ياخذها الارنب ويطفر، لوني تونز او بيب بيب. فراح اكتب لهم اطبعوا لي ساعة على شكل قنبلة، واريد تطبعوا لي بلوكات مال ماينكرافت دايموند، حتى خليها وراي بالتصوير، مكان شويه هو سيراد لترتيب وتعديلات. اتبق على 7 مستوى جيم اوفر. واريد اريد تسووا لي ميداليه على شكل حبوب مال دوا براسيتول. تعالوا خلينا نشوف ايش راح يسوون. وكان يوصل المنتج الثاني من صفحة دنوسيا. شنو ما تدري. عموما نفتح هاي. متحمس شباب لهذا الطلب فوق ما تتصورون. راح نتشك. اول طلب هذا ما اعرف شنو هو، نسيت شباب، صار لي هواي جايتني بس انا ما فاتحهن.